مرحبا متابعيني، اليوم راح أسوي لكم كبسة سمك على طريقتي. في ناس طلبوني منها واجد، والحين راح أبدأ معاكم. حطيت زيت نص كوب وثلاث قطع سمك. تختار السمك اللي تحبوه عادي، وعادي تقلوا بروحه وبعدين تحطونه، بس أنا اخترت كذي بهذه الطريقة. وهني معانا عفوا بصل وثوم وبهارات حب، وهني وليمون. بهارات الحب كلهن سوون اللي عندكم في البيت، تطلع نكهة لذيذة وحلوة. انزين، والثوم معانا، طبعا الثوم كان مثلق وطبعا ما راح أقطعه. بحطه مع النار وإن شاء الله يذوب. هني راح إن شاء الله أشيل السمك، وبعد ما شليت السمك حطيت اللي هو البصل والثوم والبهارات الحب والكاري والليمون، مش الكاري، ورق الغار. وبعدها بعد ما يذوب معنا البصل ويذوب معنا الثوم يتغير لونه، راح أضيف السمك. بعد ما يذوب كامل راح أضيف القطع السمك اللي هو قليتهن في البداية. طبعا ما عليكم من صوت ديم لأنها شاركنا الحفل. طيب بضيف اللي هو، هذا اختياري، أنا أحب الطعم اللي هو الفلفلة. طبعا الحين راح أضيف معانا السمك، ولازم تكونوا مطولين شوية على النار عشان على السريع يكون السمك اللي قبل مقلينه أو محمرينه شوية قبل أن نحط البصل. ونضيف هني بهارات السمك وبهارات البزارات العمانية والكركم والفلفل الأسود والقرفة، طبعا الملح. وراح هني راح أضيف إن شاء الله الماي تقريبا لتر كامل، وهذا الملح ملعقتين ملح مقاس تقريبا. نعم نعم. وهني ضفت معاي الماي الساخن، وتقريبا أخليه ربع ساعة. وبعد ربع ساعة راح أحط العيش. طبعا علوا النار آخر شي عندكم. طبعا الأكلة مرة لذيذة، وهذا بعد 15 دقيقة. وهنا راح عاد نضيف العيش، بسم الله، ونحرك شوية عشان يتعادل كامل مع الماي. وطبعا النار معلينها بعدنا، نحرك شوية. صدقوني قرب الوصفة وكتبوا لي كيف بعد تجربة جدا لذيذة وسهلة وسريعة. ولما يكون السمك فريش طبعا أكيد راح يكون عالسريع يجهز. وهني راح نقصر على النار، والحين جهزت هذه اللقطة ما قبل الأخيرة. شوفوا كيف ما شاء الله معانا. طبعا ديم مستعجلة معانا، وهذا ما قبل الانقراض. شوفوا ما شاء الله. نحرك الصحن شوية. شوفوا السمك كيف لذيذ. وطبعا أنا ضفت معاي الكزبرة ما قطعتها، خليتها نفس ما هي. وهذا علينا وعليكم بالعافية، قربوها وخبروني كيف كانت الوصفة. بالهنا مليون عافية.